محبش اطلع سمك قدام الناس. عدي بقى يا عمي، عدي السمكة هتقع. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عايزة شرح وشرح وشرح، في ناس كتيرة بتحب الشرح، ناس متابعانا وعارفة الكلام ده كله، فأنا مش هطول في المقدمة وهنزل سمك دلوقتي، وبعد كده إن شاء الله يعني ربنا يرزقنا بإذن الله بدون مقاطعة، ونزل لك كام سمكة كده، وبعد كده هشرح لك الفيديو في الآخر. اللي عايز بقى يتفرج على شرح ما نقرفش الناس معانا زي ما بيقولوا في الأول، وتعالى في اخر الفيديو انا هشرح لك بالتفصيل كل اللي انت عايزه، اصور لك الميه واصور لك السمك اللي عايم واصور لك ترمي فين والرميه ازاي، ولما تبقى الميه سخنه تشتغل ازاي، عشان الناس بس ايه، ناس كتير بتسال وانا يعني ما بحبش المقدمه الطويله. والمره المليون انا ما معيش سكريبت يا صاحبي بقرا منه، ما بحضرش كلام على الميه. انا ممكن واحد يعدي يقول سلام عليكم زي ما بيعدوا كده، بكون انا نسيت هقول لك ايه، بكون نسيت الكلام اصلا. فعايز حاجه اسال. يلا نبتدي الفيديو كده ونشوف ربنا يكرمنا بيه. بص المسافة جاية منين؟ اللهم صل تعالى يا باشا، تعالى يا باشا، تعالى يا باشا. انا محبش اطلع سمك قدام الناس. عدي بقى يا عمي، عدي السمكة هتقع. يلا يلا. الله اكبر، حاجة عسلية دي اهي. بص الطعمية بقى، بص الطعمية تغري السمكة ازاي انها تخش عليها. بص يا صاحبي الطعمية فين وعاملة ازاي، بص تغري السمكة انها تخش، مغطية الشعر من فوق ونازلة على بق السمكة بتتحرك ازاي. مش ناس تحط لي نص السن والنص التاني فاضي. بس بقى صحيح السمك ده شوكه يا جماعة صعب جدا، ما بتعرفش تمسك سمكة كويس، هات حتة فوطة كده قديمة وامسك بيها اهو. خليك معايا. بص يا صاحبي، شايف المية عاملة ازاي اهي، المية فيها موجة خفيفة اهي، مفيش اي سمك معوم خالص غير الصبحية. يعني اول ما ابتدينا الصبحية كان السمك معوم. هترمي فين؟ هزوم لك. شوف انا كنت برمي جوه هناك اهو، اهو شايف. لو زومت لك اكتر من كده الشاشة هتبقى فلو، مش هتجيب معاك. في خشب رفيع اهو في نص المية اهو، ده بترمي قدامه ووراه وعليه لو مفرغ اهو. انا قربت لك خالص اهو. طيب حوشة زي ديت اهي قريبة من الجسر اهي. طب السمك دي لو عليها اهي، اهي حوش اهي، اهي طالعة من المية اهي، العصيان الصغير دي اسمها حوش، دي سدود هم حاطينها. دي لو رميت عليها تاخد سمك افجر من اللي جوه. يعني السدود القريبة دي لو السدة اللي جنب الجسر دي غويطة، يعني الارض اللي تحت منها غويطة، تاخد سمك افجر من اللي جوه اهي. جايبها لك في الكادر اهي، اهي. ناس تقول لي انت ما بتشرحش، اشرح لك ايه تاني وانا ناقص اجي اطعم لك لا مؤاخذة الصنارة بقى اطعمها لك وارميها لك، يعني اشرح لك ايه؟ وريتك الطعمايه ووريتك ازاي تطعمها ووريتك وزنة الفلة والخيط والسن، وبقول لك ترمي فينا اهو، طلعت لك السمكة وقلت لك ارمي في الحتت دي اهي. شايف الحوش طلع في المايه دي؟ انت بترمي على دي، انت ما بترميش في الفاضي، انت بترمي على دي. لكن هترمي لي في الرايق ده، وهي السمكة هتمشي في الرايق ليه؟ يعني هي مزرعة؟ مش مزرعة، هي السمكة لابدة في الحوش. فهي صح الحوش اللي جوه دي. وارجع اقول لك برضو ليك اي استفسار اكتبها لي في الكومنتات، انا ما بحضرش كلام، انا مش كاتب سكريبت بقرا منه يا جماعة. اسمع بقى يا صاحبي، عشان انت بتقولي ما بتشرحش ما بتعملش، الناس اللي هي عايزه شرح انا ما رضيتش اعمله في اول الفيديو، ونزلت لك كام سمكه كده لان في ناس كتيره عندها المعلومات ديت ومتابعانا من زمان، فمش فارق معاها حوار الشرح ده، ان الكلام ده سمعته كتير. اللي داخل جديد وحابب يسأل، صيد العين ده صاحبي في البحر الأعمى،
الشغل ده في البحر الاعمى او البحر الفرعوني في المنوفيه. الميه الجاريه لسه ما اشتغلتش، الابريق اشتغل بس اشتغل بالليل بالطعم. الشغل ده ما ينفعش في الميه الجاريه. الشغل ده على الميه هنا دي ميه صرف اراضي زراعيه، فشبه واقفه ما بتجريش. تمام لحد كده. طب انا هشتغل عليها ازاي؟ الشغل عليها يعني هو ليه تفاصيل كتير جدا، وانا شرحتها كتير جدا في فيديوهات، بس انا هقول لك معظمها مثلا دلوقتي او اللي تنزل تشتغل عليه. الفيديو اللي فات لما قلت لك الميه سخنه انت مش هتاخد سمك، هتشتغل عليها ازاي؟ لو البحر او البحر ممنع هتشتغل عليه ازاي؟ عشان جالي عليه تعليقات كتير يعني. طيب البحر ممنع يا صاحبي، هقول لك مبدئيا لما بيبقى ممنع الميه في الحر بتبقى الميه سخنه. قلت لك حط ايدك في الميه هتلاقي الميه سخنه. طيب هعمل ايه؟ هقول لك انا هتعمل ايه. اول حاجه يعني عشان تاخد سمك تاخد سمك قليل جدا، اول حاجه هتعملها تنزل الصبح بدري، تحط ايدك كده لقيت الميه بارده مع السخنه هتاخد سمك. انزل الصبح بدري لحد الساعه 9 10. طيب انزل بعد العصر، انزل اخر النهار بعد العصر بساعه يكون الميه بردت، تبتدي تشتغل تاخد طعم. سيبك الطعم الفطاط قليل جدا في اكله، يعني السمك ما بتخشش عليه، بيبقى ملزق كده والسمكه ما بتخشش عليه قوي. والطعم الزفر الطويل ده برضو السمكه ما بتخشش عليه قوي. الطعمية البلدي يعني هي مثلا الطب بتاع الطعم، فديت اول حاجه تجيبها تشتغل عليها. هو مشكله الطعم دلوقتي انه بقى ب 500 جنيه، فبقت حاجه يعني بشعه زي ما بيقولوا. ف 500 جنيه بقى كتير قوي على الطعم. خلينا في موضوعنا، ملناش علاقه بالطعم، وبعد كده كل واحد يعمل شويه طعم عند بيته، اللي قاعد جنب بيته جردلين كده ويعمل له طعم طول السنه يصطاد منهم، بدل هو عنده مشكله في الطعم. دلوقتي الميه سخنه هي حلنا مشكله، تشتغل اخر النهار وتشتغل الصبح. اتفضل. الناس بتعدي بكون نسيت الكلام حضرتك ما بتشرحش. طيب لما تبقى الصبح السمكه طالعه، السمكه طالعه كده معومه، انا هصور لك دلوقتي واوري لك السمك هو عايم. السمكه طالعه معومه، ما ترميش على دماغها، دي مش هتاكل، دي مخنوقه من الاكسجين. انا عايز اخلص مش عايز اطول. مخنوقه من الاكسجين، ما ترميش عليها مش هتاخد. ارمي على السمكه اللي بتدلش، السمكه اللي بتعلم معاك في الميه جوه، تقوم ضاربه في الميه اسحم الميه مش عارف ايه، بتعلم جوه كده وبتتحرك كتير. لكن اللي خارجه دماغها دي ما ترميش عليها، دي تاخد سمك. طيب بعد شويه الجو السمكه غطست والجو ابتدى يعمل هوا ومش عارف ايه والكلام ده كله، مبقاش في سمك باين، انا هرمي فين؟ دي بقى بتطول شويه، بتخلي الوش بتاعك طويل، يعني مثلا خليه 35 سم، 40 مش اكتر من كده، وترمي قبل السده بمتر ولا مترين وتسيب الموجه تخش بيك على السده. السمكه لما الجو يموج بتغطس شويه، ما تفضلش على وش الميه. تمام كده. لو الجو هو معاك هتعمل كده الصبح بدري، بتبقى الطعمية السمكة برضو معومة ومنرميش على المعومة، بس السمك كله باين. بتبقى كل نازل في المية 20 سنتي بس، يعني السمكة معومة قوي. وملحوظة كمان لما بتبقى المية سخنة قوي، الطبقة العالية من المية بتبقى سخنة، كل ما بتنزل لتحت المية بتبرد. فلما تبقى المية سخنة برضو وبتصطاد وطلع، انزل بالطعمية لتحت شوية، يعني ارفع الفلة، خلي نازل في المية بتاعك 40 سنتي، لأن الطبقة كل ما بتنزل تحت المية بتبرد. اتفضل يا عمنا. فتنزل بالطعمية لتحت شوية، عشان كل ما بتنزل المية بتبقى من تحت باردة. طيب أنا هقوم دلوقتي أفرجك وأوريك السمك اللي عايم ازاي، وأوريك السدود اللي بترمي عليها. ليك استفسار اكتبهولي برضو في الكومنتات. بص بقى، ركز معايا ركز معايا، انا هزوم لك اهو على السمك في قلب الحوش اهو، اهو باين الروس السودا اللي انت شايفها دي اهي، اهو اهو الروس السودا اللي انت شايفها دي سمك عايم وسمك كبير، يعني الصلاة على النبي ده سمك كبير انصاص وانت طالع كمان. بس دي بالمنظر ده مش هتاكل، لو قعدت ترمي عليها من هنا السنة الجاية مش هتاكل. اهي اهو دي مخنوقة مش هتاكل. ترمي بقى ايه على حق السمكة بتدلش معلمة في المية بس مش خارجة دماغها كده، دي خارجة دماغها مش قادرة تتنفس اهو. طيب ارمي فين؟ ارمي في نص شايف السدة فيها فراغ قد ايه؟ ارمي في نصها، مطرح ما السمك ده عايم كده
لو هو مش بس ده مش هياكل لما بيبقى بيدلش، يعني اول ما الجو يفك شويه وتنسم شويه السمكه دي هتفك ترمي. لكن السمكه صاحبي في قلب السل ده اللي انت شايفه ده اهو، مش هترمي في الفراغ، السمك برضو باينه. تمام كده اهي. طب هي ملمعه اهي، ارمي بقى قدام السده دي، قدامها كده. سيبك بقى من العين ده خالص، ده مش هياكل، ترمي هنا اهو. تمام. في تلميع جوه خالص اهو قدام الخشب، قدام الخشب على اليمين، ده اللي بترمي عليه عشان تاخد منه سمك. اظن كده انا شرحت لك كل حاجه، وده الشرح اللي عندي. لو نسيت حاجه فكرني اقولها لك. تمام كده. وخلاص نختم الفيديو بتاع النهارده على كده. ليك اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.